أما تيجي تبني عمارة اتأكد إن الأعمدة بتاعتها متينة وكل طوبة محطوطة صح وفي مكانها. لو ده اتحقق فأحب أقولك مبروك كده، انت ضمنت إن العمارة هتتبني بنجاح ومش هتيجي بعد شهرين تلاتة وتقع. وزي ما بتيجي تتعرف على حد جديد في حياتك، اتأكد إنك هتستحمل عيوب، هتتقبلها، ومهما يحصل خلافات بينكوا فالأساس قوي يخليكوا تتجاوزوا أي حاجة. هتسعى إنك تفهمه دايما وعمرك ما هتزهق من وجوده. لو كل ده اتحقق فمبروك، انت كده ضمنت برضه نجاح علاقتك بالشخص ده. طب لو جيت بقى تدخل شغل جديد، عايزاك تسأل نفسك، هتتقبل عيوبه؟ هتسعى إنك تفهمه؟ طب مهما يحصل صعوبات هتفضل مكمل في الشغل ده؟ هتتجاوز أي حاجة لمجرد بس تفضل تشتغل فيه؟ عمرك هتزهق منه؟ قبل ما أقولك مبروك انت ضمنت نجاح حياتك المهنية، عايزاك تركز كويس زي ما ركزت وانت بتبني العمارة، وزي ما ركزت وانت بتختار الأشخاص اللي في حياتك. نجاحك وفشلك مبني على عوامل كتير، عوامل وأساسيات بتشارك بصفة أساسية في حياتك المهنية. وقبل ما تحتار أكتر خلونا ندخل في الحلقة بسرعة ونتعرف على العوامل دي مع بعض في حلقة جديدة من مشاكل جرافيك. ورجعنا تاني بقى مع حلقة جديدة من مشاكل جرافيك. الموضوع النهاردة يهمني جدا جدا جدا، بس قبل ما يهمني بقى خلينا نشوف هو يهم برضو باشمهندس محمود زي كده، ولا هو بالنسبة له خلاص وصل لمستوى النجاح مش عايز بقى يتكلم في فشل ومش عايز يرجع لحتة الفشل دي تاني. كبري الموضوع اكتر يعني وصل لحته النجاح. نجاح ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ تناجح ده دلوقتي. عمرك لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، احنا على الله يعني. لا بس احنا على اكيد. الله خالص. والله ده تواضع. اه. ده تواضع. لا 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 لا، مفيش الكلام ده والله. الحمد لله يعني على المستوى اللي الواحد وصل له. انا ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا مثلا ادوس في الموضوع ده كده، او موضوع الجرافيك عموما يعني. بس لسه احنا بنتعلم. مش عايز اقول ان احنا وصلنا لمرحله كويسه قوي، لا لسه في احسن. الحمد لله. طيب هو سؤال بقى مفاجئ على فجأة من غير تفكير، عشان يبان كل حاجة اه. للناس كده. ربنا يستر. اه. انت شايفني مصمم ناجح ولا فاشل؟ انا اه. لا، متوسط. ولا فاشل قوي ولا ناجح قوي. ماشي، هيبقى إجابة يعني مرضية. حاجه في ما بين لا والله مش مرضيه، هي ما بين البنين كده. بصي طب خلينا اقولها. يعني انا شايف ان انا مصمم شاطر. دي تفرق يعني. مصمم ناجح ولا فاشل؟ يعني كلمه فاشل دي تقيله قوي عموما يعني. بس انا مصمم شاطر. شفت انت مثلا الطالب اللي هو يقعد طول السنة ما بيذاكرش، وبيجي آخر الامتحان تلاقيه مثلا آخر السنة يجي يذاكر يلم المنهج في يومين ثلاثة. ممكن أكون أنا المصمم ده. طب حلو ده، يعني ناجح. يعني ناجح اهو، انا يعني من وجهة مش نظري. ناجح قوي. لا لا لا، أصل كلمة ناجح ده اللي هو أنت مبدع في شغلك. وغير كده وكده في مبدعين بيبقوا يعني فيهم عيوب، بعض العيوب يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل دي. بس انا لو اتكلم، انا ما بحبش يعني لو انا اتكلم على نفسي اصلا عموما، فبحاول ان النقطه دي توصل معايا لحته غرور وكده، فانا مش عايز اوصل للنقطه دي. بس انا بتكلم في حته ان انا لا، انا بعرف اتصرف يعني. انا لله الحمد التصميم بعرف اتعامل مع التصميمات عموما. لو انطلب مني حاجه بفهم العميل على طول. بنقدر ان احنا نوصل لنقطه، لا يعني شاطر في الحته دي، بعرف اتعامل. لو احنا اتكلمنا باللغه البلدي بتاعت اليومين دول، انت مصمم ايه؟ مصمم بعرف اتعامل طب بس. حلو قوي، انت اصلا دخلت دلوقتي من نقطة انا لسه كنت هكلمك دلوقتي. دي نقطة مهمة، ان انت بتعرف تفهم العميل كويس، تفهم اللي في دماغه عشان تلبي طلباته وعشان تنفذ اللي هو عايزه. دي حاجة مهمة جدا، ان تخلي المصمم، انا مش عايزة اقول فاشل بس يعني تلاقيه يعني تخليه ديزاينر، تخليه مصمم. ما يبقاش ان هو اصل في ناس هم. بتدخل تحس كده ان انت عايز تقول لها لا الكار ده مش كارك. ناس بتدخل عشان هي داخله مع الداخلين فبتفشل، مم. خلينا نقولها يعني صراحة كده. فانت شايف كلمني كده عن النقط اللي ممكن تخليك تقول للشخص اللي قدامك الكار ده مش كارك، اللي هو انت مش فاشل، مش هتقول له انت فاشل، بس تخليه يفشل، تخليه يقع. بصي عموما، هو انا جاي مع الجايين كده، او اللي هو اجي معاك واركب تاكس، دي بتبقى صعبه شويه بالنسبه للناس اللي هي بتبقى داخله كده. انا مثلا هقول لشخص بعينه انت الكار ده مش كارك. بناء على ايه؟ بناء ان هو يتحول من ديزاينر او شخص مثلا مبدع لشخص موظف. اللي هو انا
ذاكرت كورس او عرفت معلومه فانا هفضل عليها، ما بحاولش ان انا اطور من نفسي. ودي ممكن برضو نقولها على حد شاطر بس ما بيطورش من نفسه. انا مصمم انا مصمم حلو بس انا ما بطورش من السكيلز بتاعتي. فممكن يعني انا هقول باختصار المفيد كده، هقول لشخص انت الكار ده مش كارك لو لقيته موظف ما بيطورش من نفسه، ما بيواكبش العصر، ملتزم او التصميمات اللي بيعملها كل يوم هياها، ما بيتعلمش حاجه جديده، ما بيحاولش حتى، كل ده يتقال عليه لا يا باشا انت الكار ده مش كارك. لان احنا كار اصلا ابداعي، مجال ابداعي، مجال لازم تكون دماغك شغال 24 ساعه. انا لسه كنت هقول لك دلوقتي ان قلة الابداع او ان انا اكون ما فيش خالص، ما بفكرش، ما بعملش اي حاجة ابتكارية كده في التصميم، دي تخليه برضو، دي تفشله يعني. دي نقطة برضو كنت عايزة اقولها لك وانت بتتكلم، قلة الابداع دي مهمة بصي جدا. احنا بس في الاول معلش خلينا نبدل كلمه فاشل او مم. فشل او الكلام ده كله انها تقيله قوي وشكلها رخم كده. مش عارفة اجيب ف بديل، لو انت جايب بديل فكر. يعني ممكن نقول إن زي ما انت قلت كده مش كارك. يعني انت ما بين مصمم ناجح ومصمم لا، ده ممكن يشوف له حاجه تانية او حد او يشوف له نقول شغلانه تانية. او نقول اللي توقعه، اللي توقع المصمم او توقع. مثلا مثلا حلوه الصيغه دي. زي مثلا برضو ان هو ما يتقبلش النقد. اصل إن موضوع النقد ده على فكره مش اي حد يتقبله، الموضوع ده مهم جدا. عشان انا من الناس اللي بتتقبل النقد، عشان بس ما حدش يقول كل واحد بيطلع يقول لا انا ما بحبش حد يعدل عليا، ما بحبش حد يقول حاجه. النقطه دي مهمه جدا، وده اللي اكتشفتها مؤخرا، عشان انا كنت بصراحه في الاول خالص بتعصب من الحوار ده، بس اكتشفت ان دي اهم نقطه اصلا، النقد. امم النقد يعني انت لا مثلا هو النقد عارف برضو يعني ممكن ان انت ما تتقبلش النقد، دي حاجه كارثه. ان انا ما اتقبلش راي الناس التانية. طب ليه؟ طب انت مش نبي معلش، او ان انت بتعمل حاجه خلاص غير قابله للنقاش. فلازم تسمع ولازم تطور من نفسك اكتر واكتر يعني. في نقط تانية برضو انا تقريبا يا جماعه انا اللي هقول المره دي كل النقط مش انت محمود هيعلق لي على نقطه نقطه. في نقطه يا تانية ستي قولي برضو، احنا مع بعض اهوت. مم. حته اصل الحتت دي اه كنت بقعد افكر فيها انا، يعني موجوده معايا ولا لا، بحاول اصلحها فيا. يعني عدم الصبر مثلا على بعمل حاجه المفروض ان انا اكون صبوره وانا بعملها، ما باجي اعدل عليها اكون صبوره برضو. في واحد ما بيكونش عنده صبر مثلا، فاللي هو طب انت عامل إيه؟ انت مش هينفع تكمل معانا، انت خلاص ما هو ما عندوش صبر يقعد يخلص الحاجه كويس، فبالتالي بيكروت بيسلق بيض يعني من الاخر. امم عدم الصبر دي برضو انا شايفاها بصراحة. الواحد لازم يقعد يصبر على الحاجة، ياخد وقته فيها، ما يقولش لا خلاص انا زهقت وانا قايم وسايبها. حتة ان هو لو جاله تعديل فيها برضو لازم يبقى عنده صبر، حتى لو هو مش صبور. انا مش صبورة خالص، بس لازم يبقى عندي صبر في النقطة دي. انت الصبر ده ممكن تكتسبه يعني انت لازم يكون عندك صبر في نقط كتير. يعني في نقط كتيره، بمعنى اول حاجه زي ما انت قلت كده صبر في التعلم. يعني انا عشان اتعلم مجال زي الجرافيك لازم يكون عندي صبر. انا دايما بقول للناس مثلا اللي هي بتبقى بتبتدي في بدايتها كده تاخد كورس جرافيك او تتعلم جرافيك، اوعى تستعجل النتائج. اوعى تقول انا خلاص اتعلمت كام اداه كده في الفوتوشوب وبتاع فلازم اطلع تصميم جامد. لا مفيش الكلام ده. لازم يكون عندك صبر في ان انت تتعلم، تدور، موقع ما نفعش معاك تشوف غيره، كورس ما نفعش معاك تشوف غيره. الصبر كمان وانت بتتفرج على توتوريال او بتتفرج على فيديوهات. في ناس مثلا لما بتيجي تتفرج على فيديوهات ممكن تلاقي الفيديو نص ساعة ولا ساعة كمان. طبعا ما فيش فيديوهات بتوصل لأكتر من كده، بس يعني مثلا في شرح الشخص مسترسل في الشرح فعمال بيشرح يجي مثلا يمل في النص ما يكملش. ما هو ده مش صبر. حاجة تانية برضو الصبر على التصميم. انت دلوقتي ماسك بروجكت معين، صابر ان انت مثلا تتك على كل تفصيلة معينة في التصميم ده علشان تطلعه بيرفكت ولا لا. صابر من مثلا برضو تعديلات العميل، رأي العميل، آراء الناس التانية اللي انت بتاخد رأيهم. كل ده يدخل معانا في الصبر. انت لازم تتعلم النقطة دي. لو ما عندكش صبر انت الموضوع هيبقى بالنسبة لك كارثي، انا ان انت مش افتكرت هتتعلم حاجة كويس. دلوقتي، مم. افتكرت حاجة دلوقتي بجد لازم اقولها، يعني لازم اقولها عشان لسه بجد حاجة اصلا انا مش عارفة انت كنت بتعملها ازاي. جماعة وقت الكورسات باشمهندس محمود كان بيشرح لنا مثلا حاجة، وكانت يعني مثلا بنتول، لما كنت بتشرح لنا البنتول انت اه كنت ال... ال... اللي هي لما كنت بتقص صورة لعيب الكورة هالاند،
فاكر لما كنت بتمشي نقطة نقطة؟ ماشي. فاكر المحاضرة دي؟ انت كنت بتمشي ايوه نقطة والله انا. نقطة، وانا قاعدة اللي هو ايه ده، في ايه يا في عم ايه اخلص، يا اقول عم لك. اخلص. انا ومثلا في النص مثلا يعني لو حاجة قلشت ولا حاجة، الاقيك مم. بتعيدها، اللي هو وانا اللي هو ايه ده، يعني انا لو بشرح لحد مفيش كده، مش هفضل امشي نقطة نقطة، ولو حاجة قلشت اقوم جاية تاني راجعة عشان تظبط معايا، وانا اللي هو ايه الصبر، ايه ده ايه ده. ولما كنت بتدخل مثلا على موقع عشان تجيب حاجة، عشان تجيب صورة ولا حاجة، وما يجمعش او ما تظبطش حاجة، الاقيك دخلت في 3000 حاجة تانية وعمال بتدور عليها، ما مش هو عارفة ايه الصبر، ايه البال بصي، الطويل ده. هقول لك على حاجه. انت عارفه ان في ناس مثلا اللي تعرفني على المستوى الشخصي التعامل الشخصي عموما، لما جم في مره او شافوني مره وانا في كورس او بشرح وبتاع، والناس عماله تسال وانا عمال بجاوب، والناس بتسال مره واثنين وثلاثه وبتاع، بقوا مستغربين. يعني انت جايب الصبر ده منين؟ يعني انت مش كده، يعني انت يا طولة بالك فعلا. ايوه. انا على المستوى الشخصي ما عنديش صبر، شخص مش صبور جدا يعني. بس مؤخرا لما ابتديت ان انا مثلا ادي كورس جرافيك او ان انا اشرح او كده، انت بديت تحس بمسؤولية شوية، ان هو ايه، انت مسؤول عن الشخص اللي قدامك ده، لازم يطلع فاهم، لان انت هتتحاسب بيه، هتتحاسب بذنبه. فلازم تقول المعلومة كاملة، ما ينفعش تكروتها. حتى لو ما عندكش صبر لازم تشتري صبر، لازم تتعلم النقطة دي. ف حتة زي دي، حتة الصبر دي، انا ممكن اكتسبتها مؤخرا، ما كانتش عندي. بس اكتسبت كمصمم برضو، ما كانتش عندي، بس كان لازم ان انا اكتسبها، لان انا برضو ما كانش عندي كل، كنت بتنرفز على العملاء او حاجة زي كده. بس لا، دلوقتي الموضوع اختلف تماما يعني. هو ده والله، انا نفسي كنت بحس ان انا اللي هو نفسي اجي اخد الماوس، واللي هو يلا يلا انجز 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 عشان مش ما عارفه. ده ما ينفعش، ما ينفعش. انت زي ما قلت لك، انت هتتحاسبي او هتتحاسب بالناس اللي قدامك. الناس اللي قدامك دي واثقه فيك ان انت هتقول لهم معلومه كامله، فما ينفعش ان انت تكروتهم. انا يعني مثلا لو عديت معلومه، برجع تاني في المحاضره اللي بعدها، او مثلا بتلاقيني ما بين السطور كده رجعت وقلتها. صبري مثلا في حته الشرح او كده لازم. وعلشان انا برضو ايام ما كنت بتعلم كنت بسأل كتير، وما لقيتش كمان ان انا حد اللي هو يوجهني، فانا حاطط نفسي مكان اللي قدامي، فاللي قدامي تايه، فهو بيتشبث بيك انت. فتخيلي بقى ان هو بيتشبث بيك انت، وتيجي انت تخذله، او ان انت ما تشرحلوش حاجه كامله او معلومه كامله. تبقى الدنيا صعبه. ولو برضو زي ما انت بتقولي كده، يعني انت مثلا كنت شايفاني انا كنت شايفكم كلكم، يعني مع الشرح اللي هو بالتفصيل ده، كان مع ذلك في ناس بتبقى ملانه من الموضوع، في ناس تانية بتبقى لا، متحمسه عايزه تشوف ايه اللي بيحصل. هو انا ما كنتش بمل، بس انا يعني انا عامه بحب اللي هو الانجاز، مش الانجاز برضو اللي هو الكروته، بس انا مم. لازم الحركه تبقى سريعه، فاهم اللي هو يعني احنا هنقعد لسه نقص الصوره دي كلها من الاول للاخر، انا قاعده كده اللي هو خلصوا وعرفوني انها اتقصت، فاهم قصدي. طب ما احنا كنا بنعمل، يعني احنا كنا بناخد كذا أداة للقص. يعني احنا كنا دايما الشعار بتاعنا بتاع الكورس كان ايه لو تفتكري؟ كل الطرق تؤدي، بس انت بس تلحق ايه؟ تؤدي. بس انت تلحلح وأدي فعلا. احنا كنا بنقول كده، يعني احنا قلنا البين تول، وهتستخدم البين تول في كذا حاجة، ودي أساسية ولا غنى عنها. بس لو عايز تستغنى عنها في طرق تانية، مش بنفس الكيفية بتاعت البين تول. بس ادينا بنقول ده وده، انت بقى بتستخدم انهي حاجة انت براحتك انت. بس والله يعني انا يعني ان شاء الله اكتسب انا موضوع الصبر ده في الشغل، بس لا انا بقيت دلوقتي صبورة، وده ظهر في الشغل اللي انا عملته الفترة اللي فاتت، صح؟ لما كنت بتعدل عليا في حاجات في علاقة بالمونتاج، مش بتقولي وانا بعدل بكل رضا. هو يعني مش عايزين نظلم رضا معانا، بس هو يعني بصراحة انت كنت بتستجيبي، بس بعد معاناة، يعني بعد معافرة، او ان انا هقول لك على حاجة. يعني مثلا انت كنت ايه، بقول لك مثلا انت عامله حاجه وانا بقول لك ايه اعمليها بالطريقه الفلانيه. مم. انت كنت يعني مثلا بتجادلي. ما انا طب بفهم. ايوه، ما انا بفهمك، ومع ذلك برضو بتجادلي. طب ما تيجي بعد ما فهمتي بقى، اعملي الحاجه، وبعدين نقارن نشوف الفرق ما بين الاثنين. ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. يعني انا هعمل الحاجه، اشوف وجهه نظرك صح ولا غلط، ونتكلم.
فده مؤخرا انت ابتديتي تعمليه، يعني من كتره الشغل وان هو انا تعديلات وبتاع، لا انا اللي قدامي ده جايز يكون عنده وجهه نظر تكون كويسه. ف يعني مؤخرا ابتديتي تظبطي النقطه دي. في بقى نقطة مهمة جدا كنا اتكلمنا عنها في الحلقات السابقة، مم. موضوع الوقت، انه ما يبقاش عنده التزام بالوقت بتاعه، ما يبقاش عارف، او من كتر ما هو عمال ياخد شغل 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 ما يبقاش عارف يهندل وقته مع شغله، فالدنيا تضرب منه. دي نقطة برضه تخلي الواحد يقع وقعة وحشة قوي. ده احب بس اعدي عليها تاني كده عشان الناس تاخد بالها منها يعني. لو حابة وانا ممكن تضيف. اخر واحد اقول لك على النقطه دي، يعني اخر واحد تاخدي رايي وان ازاي انا هندل وقتي. مفيش هندلة وقت، يعني صح؟ مش حاجات ما فيش هندله وقت. بس انت مثلا دلوقتي بتتكلمي عن الوقت الشخصي، يعني مثلا انا وقتي الشخصي او فرق يعني ما بينه وما بين الشغل، يعني الشغل حاجه والوقت الشخصي حاجه، ودول بيدخلوا على بعض، ولا اللي هو هندله الوقت بتاع الشغل عموما ما بين العملاء وما بين الناس اللي انت بتتعامل معاهم كده؟ هو انا بتهيالي ان الاثنين اصلا مرتبطين ببعض. يعني انا لما هندل وقتي في شغلي، ان مثلا الوقت ده انا هشتغل فيه، هخلص مشاريع معينه انا خدتها، فانا هيبقى عندي وقت لحياتي. امم فطالما انا مش مرتبه ده، فالدنيا ساحت على بعض حياتي، اللي هو انا مش لاقيه يومي، مش عارفه اعيش حياتي العاديه، ومش عارفه اخلص الحاجه اللي ورايا عشان مفيش نظام، مش منظمه. انا بتهيالي الاتنين مرتبطين ببعض يعني نقطه. هما مرتبطين ببعض، بس انا زي ما اقول لك كده، انا يمكن اخر واحد اقول لك على النقطه دي لحاجه لسبب. انا دلوقتي يعني انا حاليا انا ساكن لوحدي، يعني انا مستقل بذاتي بقالي 3 سنين حاليا عن بيت العيله او والدي والدتي وكده. فانت مفيش وقت بالنسبه لك، يعني مثلا مش فيش وقت، الوقت الفاضي بالنسبه لك بدل ما تقعد فاضي او تقعد مثلا تعمل حاجه مش حاجه تانية كده، لا انت مثلا ممكن تشتغل. يعني انا دلوقتي يعتبر حاليا في الفتره دي اي فتره او اي وقت فاضي بالنسبه لي، لا انا ممكن املاه بان انا اخد كورس جديد، او ان انا اذاكر حاجه جديده مثلا، جديده عن اللي انا اعرفه، او اطور من مهاره عندي، او ان انا اشتغل مع عميل مثلا، او ان انا اشرح لحد كورس او كده. فلو انت بتتكلمي عن نقطه اللي هو هندلة الشغل ما بين، او هندلة الوقت ما بين الشغل وما بين الوقت اللي هو الشخصي، فانا يعتبر حاليا ما عنديش وقت شخصي لنفسي، كل وقتي دلوقتي مثلا شغل بس. طب ما وده هي دي غلط نقطه يعني انا، سلبيه برضه. لسه ما كنت ده هقول لك. غلط. ده غلط. ده بيأثر عليك على المستوى اللي هو البعيد، يعني انت خلاص انت بقيت روبوت، بقيت شغال بس برضو انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن انا دي غريبه فيا، انا بلاقي متعتي في مثلا في الجرافيك، في الشغل، في الشرح، كل ده انا بلاقي متعتي في النقطه دي. يعني انا مثلا لما بقعد فاضي، او اقعد مثلا فاتح التليفون، او بقلب بعمل سكرول في اي موقع من المواقع او منصات السوشيال ميديا وكده، لا ببقى حاسس ان انا متضايق، حاسس ان انا في حاجه غلط. ده مثلا انا ممكن افضل فاتح اللاب قدامي وفاتح الفوتوشوب وانا ما بعملش عليه حاجه، بس انا قاعد مطمن قدامي. ايه ده؟ ايه ده؟ والله العظيم انا ممكن اقول لك دي حاجات غريبه، يعني مثلا ممكن افتح كورس مثلا او حاجه حابب ان انا اتعلمها جديده، مم. وما استفادش منها حاجه، هي مجرد ان هي شغاله، بس ان هو ايه، انا ممكن برضه ضمير اللي هو انا لا انا مش عايز اسيب الجرافيك. برضه حاجه تانية اللي هو من ساعه ما ابتديت ان انا مثلا ادخل في مجال كمحاضر الجرافيك او ادي كورسز وكده، انا يمكن دي كان حاجه في دماغي من زمان ان انا بحب الشرح، وكذا حد كان رشحني للموضوع ده، لو انت لا انت بتعرف تشرح وبتعرف توصل المعلومه، فليه ما تدخلش في المجال ده وبتاع. فلما ربنا اراد ودخلت والحمد لله يعني الفيدباك كان كويس والدنيا بدات تمشي، بلاقي متعه غير طبيعيه في ان انا اشرح لحد، او ان انا اقول معلومه لحد، او ان انا افيد حد بمعلومه. ويمكن ده انت قلتيه من شويه، لو انت ازاي جايب الصبر ده، فيمكن علشان انا مستمتع وانا بشرح. فبنرجع برضه، انا كل شويه بدوس وبرجع تاني لنفس النقطه اللي هو الهندله ما بين الوقت. انا على المستوى الشخصي يمكن لو عندي وقت فاضي، لا انا مثلا هذاكر كورس جديد، او هتعرف على معلومه جديده، او هشرح لحد حاجه، او ان انا هملاه بميعاد كورس. فانا لا بلاقي متعتي في الشغل. انا يمكن ناس برضو قليله اللي بتعملها، اللي هو ايه، حياته كلها شغل فبيلاقي متعته في الشغل. وبرضو نرجع ونقول ان ده غلط، بيأثر عليك على على مستوى اصحابك بقى، عيلتك، العلاقات الشخصيه، حاجات زي كده. بس انت بتيجي عند نقطه معينه لازم تفصل.
بالظبط، يعني ما على ده لسه سبيل كنت بقول لك يعني الحته دي. اصل انا حته ان انا ما بحبش اقعد فاضيه، بحب افرك في كذا حاجه، بس لازم في فتره افصل. ما ينفعش ان انا افضل م. مستمره بالشكل ده، او على الاقل ما يبقاش كله ضغط ضغط ضغط، شغل 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 مثلا. لازم في فتره، لا انا عايزه افصل. انا مش عايزه اقول اي حاجه ونتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالشغل. انا عايزه كده اقعد، ممكن اسرح مع نفسي بس، اقعد يعني انا اقعد بعمل لوحدي. كده. انا لازم مثلا، يعني على قد ما انا بضغط نفسي في الشغل وكده، بس تلاقيني مثلا كل اسبوعين او كل 3 اسابيع، زي ما قلت لك انا مستقل لوحدي، فانا تلاقيني روحت مثلا البيت، آه، هو في يومين كده اوف، انا قافل التليفون، ما بفتحش اللاب، قاعد بس في البيت. يمكن مثلا علشان الفتره دي اختي الصغيره هي اللي قريبه مني جامد، فاللي هو ايه، يلا بينا نتفرج على فيلم، نخرج نعمل اي حاجه نقعد نتكلم، بس فاللي هو انت بتفصل، انت فاصل اليوم ده او اليومين دول. فده لازم، يعني ده يمكن انا بجدد بيه طاقتي، أنا اللي هو ايه، روحي بترجع لي تاني، لا في افصل يومين وبعد كده ارجع كمل وبعد كده ايه. افصل يومين تشحن تاني، بعد كده ترجع بقى بالظبط. يعني يمكن دول اللي بيخلوني اكمل الاسبوعين. يعني انت مثلا مستني اخر الاسبوعين دول اللي انت هتروح مثلا او تروح البيت، هتقعد تتفرج مثلا، تسهر سهره حلوه، تتفرج على فيلم كويس، تقعد مع عيلتك، والدك والدتك. فيمكن ده اللي بيخلي الواحد لا، اسحل نفسك، لان في حاجه حلوه في الاخر. ايه ده ودي والله، برضو. انا بعمل الحوار ده عندي، بحس اني هبله. لا 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 لا, لا ابدا ابدا، بحفز الموضوع ده نفسي هقول لك على بعد ما حاجه. اخلص. امم انا هقول لك على حاجه، ان انا مثلا يعني ساعات لما انا وانا شغال مثلا، بقول ايه، اما شغال على تصميم، فبقعد اشتغل فيه. طب اقوم دلوقتي؟ لا. طب افصل دلوقتي؟ طب انا اخد بريك دلوقتي؟ لا. بص، طب هقول لك على حاجه، افضل اشتغل، كمل التصميم ده، ولو طلعته كويس، انا بقول لنفسي كده، ولو طلعته كويس كافئ نفسك، قوم اعمل فنجان قهوه كده كويس او حلو، وقف في البلكونه، او شم شويه هوا. انت متخيله؟ شفت يعني انا مثلا بكافئ نفسي بقهوه، مع ان ده المفروض اللي هو عادي. لا. طب قوم مثلا انزل اتمشى شويه في الهواء. حاجات، مكافآت ولو بسيطة. فأنت لازم تخلق لنفسك الحافز اللي هو يخليك تكمل. فلو أنت مش شغال مثلا وحابب المجال، أو شغال بحب أو كده، عمرك ما هتعرف تخلق لنفسك حافز، ولا عمرك إن أنت هتقدر توصل أو تواصل في الشغل في المجال الجرافيك عموما. مم. إن النقطة دي احنا نتكلم عليها بعمق، لأن النقطة دي حتة الشغف عامة، أو حتة حب العمل نفسه، دي طويلة قوي وكلامها كتير قوي وأمثلتها كتير برضو. فبس حتة الحافز فعلا اللي يخليك تكمل يومك، دي بجد أنا كنت بعملها، أنا بعملها ما زلت دلوقتي. لحد دلوقتي. أنا قبل كده ما كنت في المدرسة كنت بعملها عشان اللي هو إيه، اللي هو أنا هخلص مذاكرتي النهاردة عشان في مسلسل آخر اليوم هشوفه. فانا عايزه اخلص حلو. واخلص كويس عشان لما يجي المسلسل، او عشان افتح المسلسل واعرف اتفرج عليه. فده ولما زلت بقى لحد دلوقتي، بس طبعا مش مسلسل يعني الموضوع. في برضه تفاهه، برضه حته تفاهه صغيره كده. بس لو انا مثلا الاسبوع كله عايزه اخلصه، احنا يوم الخميس بنروح كلنا، العيله كلها بتتجمع عند جدتي، فاللي هو يلا مم. نخلص الاسبوع كله، واخر الاسبوع هاخد بريك، يوم الخميس مش هيبقى فيه اي حاجه، هنتجمع العيله. فهي بتبقى حتة كده بتخليني اكمل يعني. فاللي هو الواحد فعلا لازم يعني حاجة تزقه، حاجة تخليه يتزق شوية. اخلق لنفسك الحافز او الدافع عموما اللي انت يخليك تكمل، عشان بس ما تملش، تحس ان انت بتعمل حاجه جديده. بالظبط كده. طب ايه بقى اللي الديزاينر يعمله عشان ينجح بيه، او عشان يستمر، او عشان يكمل، بعيدا عن الشغف او حب الحاجة، او انه يخلق الحافز لنفسه؟ في حاجات تانية المفروض ان هي تبقى عنده، او يكتسبها مع مرور الوقت، او ايا كان يعني. بس ايه بقى من وجهة نظرك اللي ممكن ينجح اي مصمم؟ انا يمكن بالنسبه لي مثلا الحاجه الاولى والاخيره اللي تنجح اي مصمم، او اللي انا شايفها من وجهه نظري، ان هو يكون طماع. احنا بنتكلم دلوقتي مثلا، مش بقى المصمم اللي هو داخل المجال ده بالحب كده ولا داخل، لا، انا بتكلم على المصمم، انت دخلت وخلاص وحابب المجال. ايه بقى اللي يخليك تنجح، او ان انت ما تكملش، او ان انت تكون مستواك متوسط؟ ان انت ما تكونش طماع، ما تكونش عندك مثلا غيرة، شفت تصميم ما زغللش عينك وعايز تتعلم ازاي يتعمل،
ما دورتش على الحاجه دي. فلو ما كنتش طماع في مجالنا ده صدقني هتقع. الطمع ده اللي هو انا عايز اكتسب معلومات اكتر، عايز اعرف اكتر، اعرف الادوات دي بتتعمل او بتعمل ايه. يعني مش ما يكفيش الاستخدام بتاع بتاع الاداه ده بس، اللي انا عايز اتعرف على استخداماتها كلها، الاداه دي بتعمل كذا وكذا وكذا، لازم اعرفهم كلهم. فكونك ان انت تكون طماع ده من وجهة نظري انا، كونك ان انت تكون طماع وتغير من اللي حواليك، بس الغيرة الحميدة، يبقى انت اضمن ان انت هتبقى مصمم ناجح جدا جدا جدا. موضوع طماع ده بتشمل نقط كتير، يعني حتة مثلا ان هو يكون حتى بيتابع إيه اللي بيحصل، التطورات اللي بتحصل حواليه في حتة في عالم الجرافيك او ايا كان هو شغال فين. الموضوع ده مم. يعني في اي وظيفة، يعني إنه يتابع على طول إيه اللي بيحصل حواليه، انه على طول يبقى عنده اصرار انه ينجح. حتى لو فشل او وقع، ما يبقى عنده مثلا ثقة بنفسه ان هو عايز يكمل، ما يبقاش عنده خوف مثلا من الحتة دي. لا انا هكمل، لا انا هرجع اعمل تاني مرة واتنين وعشرة عشان انجح. بحس انها في نقط كتير قوي، اللي هو كمان يتعب لحد ما يوصل للي هو عايزه، ما يبقاش كده اللي هو لا انا خلاص، انا فشلت، او علشان او انا ما عرفتش اعمل فخلاص كده. يعني في ناس بروتة كده، وانا ما بحبش الناس البروتة دي بصراحة. احنا بصي هقول لك، هو اي مجال عموما من ضمن المجالات دي، او احنا مجالنا مجال ابداعي، فانت لو ما تطورتش من نفسك، ونرجع تاني لنفس النقطه برضو، التطوير، انت لو ما طورتش من نفسك انت هتغرق، في غيرك هيركب فوقيك. فلازم تتمرن، زي مثلا اللي هو شخص بتاع كمال الاجسام ده اللي بيروح الجيم كل يوم، فلو بطل في يوم او خلي بالنظام الغذائي بتاعه مثلا، او ما شالش اوزان تعلي من العضلات بتاعته ايا كان. بفتي طبعا في الموضوع ده، انا ما بفهمش فيه قوي، بس احنا شبههم بالظبط. انت لو ما مرنتش عينيك او عقلك او ايدك كمان على الاستخدامات بتاعه البرامج والادوات والكلام ده كله، ما عملتش تغذيه بصريه، ماشي، يعني انت ما اكلتش عينك، يعني انت ما عملتش تغذيه فعلا بصريه، عينك ما غذتش النهارده، دماغك ما شافش افكار، ما خزنش افكار، ايدك ما اتعودتش مثلا او ما اتمرمطتش شويه في ان هي تقص صوره او ان هي تعمل ريتاتش على حاجه او كده. كل ده مش هيخليك تكمل. كل ده انت كده مش طماع، انت كده موظف كده. خلاص انت المعلومتين اللي عندك ثبت عليهم، فمش هتقدر تطور منهم، خلاص اثبت على كده. بس صدقني هيجي غيرك او ناس تانية هتركب فوقيك وتعديك كمان. يبقى مبدع زي ما قلنا، يعني ملخص كل ده ان هو لازم يبقى عنده حتة الابداع وحتة الخيال الواسع، انه يعرف لما حد مثلا يقول عايز ديزاين معين ما يعملوش يعني مثلا حاجة. هو انت كنت قايل قبل كده ان محدش بيعمل حاجة تقليدية، لو حد قال لك عايز حاجة كرييتيف يبقى كده هو بيفتي عليك، وكده هو بيقول اي هبل بتاع. بس هو فعلا لازم يكون الواحد عنده خيال واسع انه يعمل حاجة م- كرييتيف، ان هو يعمل حاجة يحط بصمته على الاقل فيها، يعني يبقى ده شغله ودي بصمته. لو م. مثلا حد شاف الديزاين ده ممكن يقول ان الشخص الفلاني هو اللي عامله من حاجة هو عاملها مميزة ليه مثلا. بالظبط. طب خلينا انا اسالك سؤال مثلا كده ومش عارف اجاوب عليه، تكون وجهة نظرك فيه عامله ازاي. الابداع ده، الابداع والكرياتيفيتي، مهاره او حاجه بتكتسب، ولا بتكون عندك هبه كده انت مولود بيها؟ سؤال حلو. امم انا بعرف اجيب اسئله حلوه برضه. ممكن. لا، ممكن اكتسبها، تبقى مكتسبة. حاساها مكتسبة. انا ممكن طيب. الابداع ده يجي من كتر ما انا مثلا امم آه بتفرج على حاجات كتير، زي ما انت قلت تغذية بصرية، فانا بتفرج على حاجات كتير. فانا عندي في دماغي انت جيت طلبت مني ديزاين معين، فانا هدخل جوه دماغي اسرح بخيالي واطلع من كل اللي اتفرجت عليه، من كل حاجة استنتجتها كده، اطلع حاجة آه، تبقى كرييتيف، تبقى مثلا جديدة، واجود عليها. بحس ان ده كله بيجي مع الوقت، مع الاكتساب، يعني اكتساب الحاجة. بالظبط، هو صح جدا، صح جدا جدا كمان. يعني انا دايما بقول ان الكرياتيفيتي او الابداع او ان انت شخص تكون مبدع، ده يعني انت بتكتسبها مع الشغل الكتير، مع الفرجه الكتير. ده بدليل ان في مثلا ناس ما بيكونش ليها علاقه بالجرافيك وبتدخل مجال زي الجرافيك ده وبتبدع فيه، فهي بتبقى حابه المجال وحابه تتعلم فيه، فبتدور تتفرج تكتسب مهارات اكتر، عينيها بتغذي عينيها اكتر، عقلها بيخزن تصميمات زي ما انت قلت كده. مم. فكل ده بيساعد على ان روح الابداع اللي جواك دي تطلع، اللمبه اللي في دماغك كده، اللمبه اللي بتنور دي
بتطلع يعني. نيجي بقى لأهم نقطة دلوقتي، الشغف وحب العمل. يا الله. الشغف ده عشان بس في ناس كتير قوي بتتريق على النقطة دي، لما حد يجي يقول أنا فاقد الشغف، ده بيتريق، لو فاقد الشغف يعني بيتريقوا عليه، بيهزروا يعني، عامة اه بيبقى هزار أو بيبقى تريقة كده، بس دي حقيقة يعني. حتى مش فقدان الشغف في الشغل، على قد ما بتبقى برضو في فقدان شغف في الحياة، وبيبقى في فاصلة كده الواحد بيفصلها فجأة من الدنيا، من الشغل والحياة والناس. أنا بيجيلي يا لهوي قافلة من الناس وقافلة من كل حاجة مني أنا شخصيا. هي دي بتبقى صعبة جدا في موضوع في مجالنا ده. مم. يعني انا لما قلت يا لهوي في الاول، لما انت سألت السؤال او قلت الشغف والكلام ده كله، لان انا اليومين دول عندي فقدان شغف او كرييتيف بلوك بطريقة غبية، يعني اللي هو انا مش موجود. انا يهمني بس ان انا انام واصحى ببال رايق والدنيا، ما فيش دماغ ان انت تعمل حاجة، شغف ان انت تكمل، واستمرارية السعي والكلام ده كله معدومة بالنسبة لي. يمكن برضو احنا بنقول عليها في مجالنا الجرافيك اللي هو كرييتيف بلوك. انت بيجيلك يعني بتقفل، ما مم. بتعرفش تفكر، ما بتعرفش تعمل حاجة. فانت يعني في مجالنا ده، انت لما بيجيلك فقدان شغف او الكرييتيف بلوك ده، بيبقى الموضوع صعب جدا جدا. يعني بالنسبة لك بالنسبة لنا عموما الموضوع بيبقى لا رخم، انت حالك بيقف. احنا عمالين بنقول مجالنا ابداعي ابداعي ابداعي، تخيل بقى دماغك اللي المفروض تبدع بيها دي وقفت. طب عمالين بنقول مثلا ان انت لازم تكون بتحب المجال عشان تسعى وتكمل ويكون طماع والكلام ده كله، فتخيل بقى الصفة دي راحت منك. فاللي هو انت انا في ايه اللي بيحصل لي وبتاع. فدي بتبقى رخمة قوي، الشغف ده وفقدان الشغف وان انت ما تقدرش ان انت تكمل او حاجة من هذا القبيل، يعني بتبقى صعبة شوية. طب هي لما بتحصل لك الحتة دي في أي فترة زي دلوقتي مثلا، المفروض أنت بتعمل، كل واحد بيبقى ليه طريقة إن هو يخرج من النقطة دي، أو إن هو يرجع شغفه تاني. أنت بتعمل إيه؟ في ناس بقى مثلا تقفل، في ناس تسمع أغاني مثلا، في ناس تتفرج على فيلم، يعني كل واحد ليه طريقته بقى كده. انا مثلا بحاول اعمل حاجه جديده او حاجه بحبها. يعني لازم تفصل اولا. انت لما يجي لك مثلا فقدان شغف او كرييتيف بلوك، لازم تفصل عن الحاجه اللي انت بتعملها جرافيك عموما. خد يوم او يومين كده اوف بالنسبه لك، ما تعملش فيهم اي حاجه لهم علاقه بالجرافيك او التصميمات او كده. يعني انا مثلا بعمل ايه لو عندي شغل برجع من الشغل خلاص، انا مش هعمل حاجه تاني. انا خلاص مش هتفرج مثلا على حاجه جديده، او ان انا هشتغل او حاجه تاني. لا لا لا، خلاص انا هقعد مثلا قدام فيلم، هتفرج على فيلم كده افصل بيه. ممكن مثلا انا بحب ان انا انزل مثلا حاجه برضو عبيطه كده، بنزل اجيب هدوم. هو خربان بيوت، بس اللي هو انت كل ما تبقى متضايق انزل هات هدوم. هي حاجه عبيطه قوي، لا بتعمل عادي، حاجه أنا انت بتحبها. ما بحبش أنزل ألف خالص ولا أجيب هدوم، ودي حاجة غريبة جدا إن أنت تعمل حاجة زي دي. انا ممكن والله بجد انا ممكن في حاجات انا بعملها حاجات عبيطه، بس هي بتفرحني. انت فرحان لو بصي لو هنزل اجيب شراب، لو هتنزل تجيب شراب، بس انت عملت حاجه جديده، في حاجه جديده جت. هقول لك على حاجه، طب والله يمكن النهارده آه انا فرحت قوي لان انا كنت خارج من الشغل ورحت جبت وصله شاحن جديده. انت متخيله؟ انت شفت انا بحكي لك ممكن الناس تسمعنا دلوقتي تقعد تضحك. انا عشان جبت وصله شاحن، فانا في حاجه جديده كده ولونها ابيض ولسه بكيسها وبتاع. ف لا حلو. انا عملت حاجه جديده النهارده. غير الروتين اللي انت بتعمله. يعني لو انت كمان طريقك للشغل مثلا او طريقك للبيت آه، بتمشي في شارع، غير الشارع ده على الاقل النهارده او الفتره اللي انت فاقد فيها الشغف. حاول تغير من روتين حياتك، حاجات بسيطه هتفرق معاك. مثلا يعني برضو من ضمن الحاجات اللي انا بعملها، انا بتكلم عن نفسي، انا بقى بص بتكلم بكل صراحه. يعني ممكن الناس تفكر ان هي حاجات عبيطه، وفي ناس برضو تقول ان تلاقي ناس عادي، بتعمل زي كده. كل واحد عادي، ليه. عادي. يعني مثلا وانا رايح الشغل الصبح بنقي احلى طقم عندي وبلبسه. مم. حاجه زي كده.
مثلا ممكن بفطر كل يوم حاجة معينة، لا أغير المرة دي، غير النهاردة، أنت مخنوق فدلع نفسك يلا أنت، علشان بس إيه تفكك من أنت بتحاول يعني تخرج على نفسك الأقل. وتشد من المود. انت بتحاول تطلع من المود. هو انا الحاجات اللي انا بعملها دي مالهاش علاقه الكريتيف بلوك او الشغف اللي راح، ولا بس انت بتحاول تغير من المود بتاعك. مم. انا يمكن لعل وعسى تظبط. وظبطت. أه والله يعني انا مستني بس ان انا انام واصحى ان شاء الله تظبط يعني. وبالاخص ان مثلا وقت تسجيل الحلقه دي بيبقى تاني يوم بيبقى الويك اند وكده، فانت بتفصل في اليوم ده بس. اه، احنا مختارين وقت سائق. وقت قياسي فعلا. انا بعمل حاجة تانية خالص بقى عن اللي انت بتعمله ده. انا ما بعملش اي حاجة، انا مش بقفل التليفون، انا بقفل واتساب، ما بقفل النت عنه، عن واتساب بالذات. و... وبقى مع نفسي، ابقى مع نفسي، ممكن احط الهاند فري في ودني طول اليوم واعيش مع نفسي. بس ممكن ارسم، دي حاجة الوحيدة برضو ممكن احط الهاند فري برضو واقعد ارسم واشخبط واطلع في الاخر حاجة، فالحاجة دي تعجبني فمودي يتغير. بس انا ده اللي انا بعمله، هو انا ولا انزل. ممكن برضو يعني ممكن اكون بعمل زي كده، بس لما اكون مخنوق يعني مش بقى فقدان الشغف او النقطه دي، بس لما اكون مخنوق او في حاجه مضايقاني انا ممكن انام. يعني نمت تمام. صحيت حلوة خلاص. دي. حلوة دي أوي. ما هي هو عامة ده برضو تخليني أرجع لنقطة فقدان الشغف من الشغل. إن الواحد لو مش بيحب الشغل ده، بحس كده إن الواحد لو مش بيحب الشغل ده، لو قعد مثلا فترة بعيد عنه أو فقد الشغف من ناحيته، يحس كده إن الشغل ده وحشه. يعني أنا مثلا، أنت مثلا هتحس كده إن لا، أنا عايزة أفتح الفوتوشوب، الفوتوشوب وحشني. أنا مثلا بحس إن هو امم إيه، انا عايزه اشوف التايم لاين وحشني، مش عارف، بحس كده، بحس ان الحاجه وحشاني لو انا بعيده عنها فتره طويله. مثلا كنت بتكلم مع واحده صاحبتي هي معايا في نفس المجال ده، اللي هي ايه اللي امم اتكلمنا عنها المره اللي اه فاتت. اللي مرمطين مربوطه. آية معانا احنا. فانا وهي بنتكلم عن المونتاج وبتاع عادي، وبقول لها مثلا عملت كذا، شفت فيديو كذا، فهبعتهولك تتفرجي عليه وكده. فنتناقش في حاجه في البريمير او في المونتاج. فللحظه كده تقول لي والله هاجر انا وحشني المونتاج قوي، هي الدنيا واقفه عندها دلوقتي مش شغاله قوي في الحته دي. مم. فتقول لي والله انا وحشني قوي البريمير، اقول لها والله انا لو كده كنت اجيب لك اللاب بتاعي وتشتغلي عليه شويه. وهكذا نرجع برضو بعد فتره، اتكلم معاها ونتكلم على حاجه في المونتاج، اقول لها حلوه قوي وكذا، وفاكره لما عملنا كذا، ولا دي حلوه لو اتعملت كذا. واجي اقول لها لا والله ده انا وحشني قوي ان انا اقعد واعمل مونتاج وكده، فبرجع. فدي النقطه اللي ترجعني ان انا وحشني الحاجه دي من حبي ليها. ما هو اصلا انا مش هيوحشني الحاجه وانا مش بحبها، فاهم قصدي؟ كان عندي مدير زمان، من ضمن الشغلانات مثلا انا ايام ما كنت ايام ثانويه عامه بقى وبدايه الكليه وكده. يعني ما كانش ليها علاقه بمجال الجرافيك، يعني ممكن نقول ايام، اتذكر الفتره بالظبط ايام ثانويه عامه او ايام الفتره مم. بتاعت ثانوي. كان عندي مديري علشان كان دايما بيقول لنا حاول وانت جاي الشغل كانك رايح تقابل خطيبتك. هو انت رايح بحماس. طب انا يا عم انا رديت عليه في مره وقلت له طب انا لو انا خطيبتي دي خطوبه صالونات، قال لي دي حاجه ترجع لك انت. دي حاجه ترجع لك انت بقى. فهو كان قصده حته ان انت ايه رايح تقابل خطيبتك، فانت لابس كويس متحمس وانت رايح تبقى رايح كده اللي هو انت فاهم يوم الخميس او يوم الجمعه على حسب بقى الناس زيارة. الخطبه بتروح الزياره بقى، بتروح ايه رايح تاكل بقى وتقعد وبتاع. فهو كان بيقول ان الحته دي عجبتني قوي، لو انت فعلا رايح اقابل خطيبتي فانت بتلبس احلى لبس عندك، تبقى واخد بالك من نفسك، رايح متحمس نايم كويس وصحي فايق وحاجات زي كده. فكل ده مثلا بيخليك ان انت لا فعلا رايح الشغل، انا رايح الشغل رايح استمتع بوقتي. دي برضو ممكن تخلي الشغف ان هو ما يروحش قوي، او ان هو تقلل من فقدان الشغف. بترجع الواحد تاني بسرعة، اللي هو لا أنا عايز أرجع، أنا عايز أعمل حاجة في دماغي أو كده، فبيرجع ليها بسرعة يعني. دي النقطة بالظبط برضه اللي كنت بقولها لما أي حد بيدخل الجرافيك. لو أنت مش حابب الجرافيك، هيجي لك فترة هتقع، مش هتعرف تكمل، عشان أسباب كتير قوي اللي قلناها عامة. بس من ضمنها فعلا حاجات الشغف، هي دي اللي هتزقك، هي دي الدفعة اللي هيزقك عامة تكمل يعني.
وكل صح واحد بقى جدا. بطبيعته، يعني في ناس لما بتفقد الشغف وتكتئب بتدخل في المود ما بتخرجش، يعني دي في حياتها او في الشغل، في ناس ما بتخرجش منه اصلا. يعني كل فعلا حاجه انا ساعات انا مريت بالمرحله دي وشفت ناس كده عموما. ما بتخرجش. انا لا ما احبش، انا ما اعرفش، بس بقى بزهق، ما اعرفش انا هبله ولا ايه بس انا بزهق والله بزهق جدا. يعني انا يوم مثلا انا مش في المود يوم، بس يوم هي خلصت يوم انا واصحى اليوم اللي بعده الدنيا لذيذه خلاص. ممكن مثلا انا مودي وحش، حد يتكلم معايا يهزر معايا الدنيا فكت. ما احبش اكمل. لو انا كملت وانا رخمه كده هسترخم نفسي، فمش هطيق نفسي اكتر من اللي انا فيه. الموضوع ده هيقفل معايا اه جدا. الموضوع لا، كله هو كده ربنا ما فك. يكتب علينا موضوع الشغف وفقدانه، وان انت تكون بايظ، يعني الدنيا بايظه معاك دي، انا بالتعبير البلدي اللي هو الدنيا بايظه معايا، الدنيا جايه عليا. ف بالظبط كده، ما بتجيش عليك. ربنا يبعدها عننا يعني، عموما مش ناقصين. في حاجات تانية بتخلي الواحد برضو ما يشتغلش، او الدنيا بالنسبة له فقدان شغف برضو، خلينا نحطها يعني ايه تحت البند ده. ان ما يبقاش م. فيه تحدي مثلا، يعني مش شايف حد ما فيش منافسة، فما يكملش. ما خلاص بقى انا زهقت، ما انا ما بعملش حاجة، ما فيش حد بينافسني. اللي انت كنت بتقول عليها ممكن الحتة الغيرة اللي هي الكويسة، ما هنا اه مفتقدها شوية. فدي نقطة برضو تخلي الواحد دي تبقى. طبعا، يعني هي بص هقول لك على حاجه، دي لو انت شغال في شركه، واحنا اتكلمنا عن موضوع الفريلانسنج والشركه دي، لو انت شغال في شركه انت كده كده اوريدي بيبقى الموضوع ده مخلوق عندك ذاتي اصلا، او ان انت بيبقى محطوط فيه على طول، ان انت بتبقى فيه منافسه ما بينك وما بين زمايلك اللي معاك في الشغل. بيبقى عارف ان مثلا في كذا حد ممكن تاخد رايه في الشركه، فبيبقى موضوع المنافسه دي موجوده على طول. طب انا لو شغال فريلانسنج مثلا او لسه بتعلم على الاقل وعايز ان انا اخلق موضوع المنافسه ده، فانت ممكن تخلقه اونلاين عموما مع اي حد، تشوف حد مثلا في نفس مستواك وتحاول تتنافس انت وهو، تعلموا بعض، تتعلموا من بعض. برضو دي لو بقى راجع لنقطه حته ان انت داخل برضو الجرافيك، آه حابب الموضوع، فانت غصب عنك لازم تكمل، هتعرف تخلق لنفسك الدافع اللي قلنا عليه. مم. آه، دي حاجات برضو اللي هي بتساعدك في النقطة دي، اللي انت تروح المنافسة. مم. انت بتخلقها، ممكن اضعف الايمان خالص تخلقها مع نفسك انت، تقيم مستواك ما بين مثلا النهارده وكمان 3 شهور، او ما بين النهارده ومن 3 شهور. ممكن. وفي نقطة تانية مهمة بحسها برضه، حتة الروتين مثلا. الروتين ده بيخلي الواحد يزهق من الحاجة، ما يكملش مم. فيها. زي ما كنا بنتكلم في موضوع الشركات المرة اللي فاتت، بس خلينا بقى نتكلم فيها على أساس إن هي كشغل. يعني أنا روتيني كل يوم مثلا، حتى لو فريلانس أو شركة يعني، بس حاجة بعملها على طول. فأعتقد إن من الروتين، يعني الروتين ده أو إن أنا بعملها على طول ده هيزهقني منها. فاهم قصدي ولا دي ما بتحصلش؟ لا طبعا بتحصل. آه، انت مثلا انت كل يوم بتروح الشركه او كده، كل يوم بتتعامل مع نفس الناس، كل يوم بتعمل يعتبر نفس مثلا البيجز اللي انت ماسكها او الاكونتات اللي انت ماسكها بتشتغل عليها كتصميمات. دي ممكن تخلق نوع من الملل شويه، بس انت برضو بشطارتك بتحاول تخلق حاجه حافز ليك او دافع ليك، اللي هو طب ما انت كل يوم بتعمل تصميم مثلا او فكره، او شغال على نفس البيج، طب ما تحاول تخلق حته كده يعني جديده. حاول مثلا ان انت تخلق تنافس فعلا، لو انت بقى خلاص وصلت لمرحله ان هو مفيش تنافس ما بينك وما بين زمايلك اللي في الشركه، فحاول انت تخلقها. يعني ايه رايك اتنافسوا مع بعض كده، انت اخلقها منك لنفسك، مم. ده ممكن يكسر الملل شويه. آه، غير كده وكده ان انت مثلا في الشركه مش شرط برضو ان انت يكون شغال على نفس العملاء، لان انت وارد يدخل لك عملاء جديده، عملاء تمشي، حاجات زي كده. بتبقى في تحديات، يعني مثلا مش كل الشغل بيبقى روتين واحد او نمط واحد، لا في شغل بتبقى محتاج فيه كرياتيفيتي، او انت تدوس جامد، يعني عايزين حاجه شغل واو. في شغل تاني بيبقى على قد، فاللي هو انجزه مم. بسرعه. فالشغل اللي هو الواو ده انت بتحاول تطلع فيه كل جهدك، بتبذل فيه مجهود علشان يطلع كويس، لانه في الاول وفي الاخر في وشك، وهتاخده تحطه مثلا في البورتفوليو بتاعك فهيعليك، حاجات من هذا القبيل يعني. فدي ممكن تكسر الملل برضو في الشركه. طب انت من الاشخاص اللي بتعرف لو حصل لك مشكلة في حياتك تعرف تفصلها عن الشغل، ولا ده يأثر على ده؟ لا للاسف بيأثروا على بعض. دي مشكلة، ما نبقاش زيه يا جماعة، ما ينفعش، لازم نفصل ما حياتنا تبقاش زي الشخصية. محمود.
للاسف يمكن علشان انا زي ما قلت لك، انا مثلا لو انا هتكلم دلوقتي ان حياتي مثلا بنسبه 100%، انا الشغل واخد نسبه 90% او 70%، أو ممكن مثلا نخليه 75%، وحياتي الشخصيه واخده 25%. مم. فلو حصل حاجه في ال 25% دول ممكن يبوظوا ال 75%، يعني مع ان المفروض العكس، بس هو فعلا بيأثر. ودي ممكن تبقى اصلا اكتر، يعني اكتر حاجه سلبيه ممكن الواحد يعني تاثر في حياته المهنيه، لان لازم عامه ده ملوش علاقه بده. ما ينفعش نأثر على ده، عمالين نقول حاجات حلوه للناس وانت تيجي في نقطه واحده بوظت او كل حاجه ببوظ حلوه الدنيا. لا انا بتكلم على المستوى على الشخصي، يعني انا مم. بتكلم على المستوى الشخصي، بس انا بحاول فعلا اليومين دول او الفتره دي ان انا فعلا افصل. لا انا لازم افصل. طب هقول لك على حاجه، يمكن مثلا انا بعرف يعني انا شاطر جدا في الحته دي، ان انا بعرف. انا مثلا دلوقتي انا ديزاينر ومحاضر جرافيك، مم. بعرف افصل اللي مثلا اكون الحياه الشخصيه او فيها مشاكل او كده عن وظيفه المحاضر او شغل المحاضر. يعني مم. ممكن لو بص متخانق بره الكورس، او يعني في مشاكل كتيره جدا بره قبل المحاضره، تلاقيني داخل المحاضره مبتسم وبهزر وبضحك وبتاع، فاصل خالص. انما مثلا كجرافيك او ان انا عندي تصميم عايز اعمله، لا الموضوع بيبقى صعب جدا، صعب جدا جدا يعني. يمكن علشان طبيعه الشغلانتين، ان الشغل ده مثلا كمحاضر ان انت بتبقى في حاجات بتشرحها، حاجات ثابته معاك الى حد ما. انما كجرافيك ديزاينر فانت محتاج تكون دماغك رايقه. وانا زي ما بقولها دايما، شغلانتنا دي شغلانه مزاج. لو بالك ومزاجك مش رايقين انت مش هتعرف تعمل حاجه. حلو. قبل كده كنت قلت المشكلة زي دي وقت ما كنت باخد الكورس، وقلت لي حاولي شغلي أي حاجة جنبك بتحبي تسمعيها وهيئي لنفسك جو جو رومانسي انا مع قلت لك كده. اه انا قلت لك كده يا نهار ازرق. انا بقول للناس حاجات انا ما بعملهاش والله العظيم يعني. كنت وقتها انا الحاجة مش بتطلع معايا ولا يمكن ده علشان انا مودي مش حلو. كان في الأول خالص، يعني بعد تقريبا تاني أو تالت محاضرة قلت لي شغلي لنفسك حاجة بتحبيها تحبي تسمعيها و... وبعدين يعني ايه، يعني حاولي تهيئي لنفسك مود حلو. هتلاقي نفسك انت اصلا جيت بعد المحاضره اللي بعدها سيحت لي قدام العيال، وقلت هاجر هيخلق بينها وبين الفوتوشوب قصه حب، وقعدت تسيح لي قدام العيال. والله انا ما فاكر الكلام اللي انت بتقوليه ده خالص، بس يعني انا ممكن ارجع له تاني اشوف انا قلت كده ولا لا، وعلى الاقل احاول استفاد من النصايح اللي انا قلتها لك يعني. بس عشان هو ممكن يكون في اول المحاضرات خالص وانت مش فاكر النقطه دي، بس لا يعني انت حتى قلت لي وقتها ان الشغلانه بتاعتنا دي شغلانه مزاج فعلا، لازم مزاجك يبقى رايق. مم. والحاجات الايجابيه كلها قلتها لي، لو فعلا انت ما بتعملهاش بس انت قلتها اللي لي انا ما خلاص. بعملهاش دلوقتي انت بتسيحي لي. انا بص هقول لك على حاجه، احنا من ساعه ما بدانا البودكاست ده انا بحاول، يعني احنا بننشر غسيلنا اللي ما يعلم بالله ربنا قدام الناس، وده هيوقف حالنا قريب يعني ماشي. الحقيقه. فاحنا بنقول الحقيقه فعلا، واتك على كلمه الحقيقه دي. يعني بنقول ماشي يا الناس سيدي. الحاجه الكويسه، وبنقول لهم حتى الحاجات اللي احنا بنقع فيها عشان يستفيدوا وما يقعوش فيها، يعني لعل وعسى. اللي هو ما تعملش زينا يعني. بالظبط كده. طيب احنا قلنا دلوقتي حاجات كتير توقع المصمم وتنجحه، وحاجات كتير كده ايه قعدنا نتكلم فيها، بس التصميم نفسه بقى ايه اللي ممكن اخطاء تحصل تدمر التصميم، او هو حلو جدا بس حاجات مم. بتحصل توقعه. اقول انا حاجات استشفيتها من قولي. الكورس عشان تعرف ان انا طالبة شاطرة ونجيبة. نجيبه، ما انت فعلا طالما بتركزي في التفاصيل دي كلها فاكيد كنت طالبه نجيبه يعني. يعني ما مركز، اما راح اخد كورس ليه مش لازم اركز في الكلام واخد من النصايح. فعلا 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 انا ممكن اسيح واقول حاجات كتير، بس انا بس هلتزم انت الصمت. تعبان دلوقتي مش قادر. انا هلتزم الصمت. طيب ما انت كنت قايل لنا مثلا مم. لازم دي مؤخرا، دي اخر نصيحة، لما انا كنت بعمل حاجة وكان مم. الفونت لونه ابيض وانت قلت لي لا غير اللون، فقلت لك ليه، قلت لي ما فيش تباين بينها وبين الخلفية اللي وراها. ماشي. حاجة حلوة، بس حتة حلو. التباين ان ما يبقاش فيه تباين بين الحاجة والحاجة اللي وراها، مثلا خط لون معين او كده. حتة ان الحاجة موضوع مثلا المحاذاة، ان الحاجة تبقى في نفس، يعني مثلا بنكتب عنوان رقم تليفون، الحاجات دي تبقى جنب بعض، تبقى بينها مسافات واحدة. عارف انت فاهم ولا انا عمالة اشرح وانت ساكت؟ المفروض ان انا فاهم، والله المفروض ان انا فاهم يعني ماشي. انت اصل فاهمني انا اللي بعلمك ده يعني. الفكره كلها ده اللي قايل لك ده، فاكيد ان طيب. انا فاهمه يعني. بقولها للناس بقى، وبقول خلاصة تجربتي في الحياة.
سميتيها حياه، شهرين 3 بقت حياه. طب كملي، طيب قولي يعني انا عشان اشوف بس انت كده بتماركتي لي، يعني انا كونك ان انت تفتكري الحاجات دي كلها، فكون ان انا شرحت كويس يعني. الحمد ماشي. لله. حتة مثلا الخطوط، امم ان انا قبل كده عملت فيه ديزاين مرة. الحمد لله انت مش فاكر الحاجات دي، الحمد لله انت لا مش هرجع فاكر الحاجات لها دي. هرجع لها هرجع لها ما تقلقيش. موضوع الخطوط مثلا، أنا كنت قال ايه عامله نصحى، امم وكنت بصراحه كده في ديزاين من الحاجات اللي عملتها. كنت عملت الخط كله ثابت، بس جيت في حته كده معينه وغيرت الخط. المهم ان انت كان تعليقك ان انا عامله خطوط كتير، بيقول انت عامله، انت قلت لي وقتها انت عامله خطوط كتير قوي، امم وانا كنت فاكره انت مش هتاخد بالك من الموضوع ده عشان مفيش فرق بينهم كتير، بس انت خدت صح. بالك من الموضوع ده. اصل انا مبيض محاره، يعني هم جايب لكم حد كان شغال كفتاجي هيديكوا كورس، فمش هاخد بالي. مش قصدي، مش اه قصدي. صح لا انا قلت مش هتاخد بالك، ماشي ماشي كملي. ونوع الخط نفسه كمان موضوع مهم جدا، لان انا عمري ما، على طول كان بيتعلق لي بصراحه على ان الخط ده نوع، يعني الفونت ده وحش. كان بيتعلق لي امم بصراحه الموضوع ده دايما، فخلي بالكم موضوع الخط ده بيبوظ فعلا الديزاين، بيبهدله يعني. امم موضوع برضو كنت بتقول لنا ان احنا يعني ناخد بالنا من الحته دي كتير قوي، موضوع ان يبقى فيه هوامش على الحاجه، الديزاين نفسه يبقى الهوامش بتاعته نص سنتي، ناخد نص سنتي من كل ده جانب. في المطبوعات أهو. الله ينور، حلو قوي. حتة مثلا الترتيب العناصر بشكل يريح العين، يعني كان في برضو ديزاين عملته، ده كان في تاني محاضرة أنا فاكرة كويس. أنت قلت لي العناصر حلوة قوي بس مش مترتبة، متنعكشة، محتاجه تترتب محتاجة فالتسلسل بتاعها مش يعني مخلي في زحمة. بس هي حلوة، وقتها كنت عاملة مش عارفة كان حاجة ليها علاقة بمطعم أو حاجة، تقول لي البرجر مثلا والبيبسي جنبه والشيبسي اسمها ايه، البطاطس مثلا، الحاجات دي كلها مت... محتاجة ترتيب. هي كانت حاجات حلوة بس محتاجة تترتب. فدي امم كانت نقطة وكنت برضو قايل لنا مرة موضوع مثلا ان ما تستخدمش اكتر من لونين في التصميم، يعني ما يبقاش مهرجان، ما يبقاش فيه الوان كتير. الحمد لله ما عملتش النقطة دي، يعني ما كانتش مهرجانات في الديزاينات بتاعتي. بس يعني ده حتة تعدد الالوان بيبقى رخم ساعات، بس انا اه مش حته انت ممكن تعدد الالوان بس كلها لايقه على بعض. سواء تعدد الالوان دي كنت ما شاء الله يعني عليكي، كان بيت شم النسيم لا مش لا ثانية بقى، انا ما كنتش بعمل حاجة فيها تعدد الوان، انا فاكرة. ما عندي انت كنت بتستخدمي لونين ما لهمش علاقه ببعض، لا ايه ده، والله لا، نرجع بقى غامقين. للتصاميم بتاعتي دي. ده احنا والله نرجع ابدا. لهم بقى، يعني نرجع لهم فعلا. والله إن انت عمرك ما علقت لي على الالوان خالص، انت بتعلق لي بس على الخطوط وترتيب الحاجات. يعني كان مش كتير قوي، بس الخطوط اللي عندي كانت فيها مشكلة بس. دي نرجع بتبقى يعني تاني، نرجع تاني عادي جدا، نرجع يا نرجع. باشا نرجع ونجيب، يعني الداتا ما بتتمسحش من عندي، بتبقى موجوده يعني. نرجع لها بقى، هتلاقي الالوان بتاعتي كلها حلوه ومتناسقه. بالعكس انت كان في ديزاين مره قلت لي عليها حلو اللونين دول، انا اصلا بحب اللونين دول على بعض. هو ممكن تاني يكون جبران بدأنا. خاطر، يعني انا بكبر بخاطرك عشان ما اكسرش نفسك. والله لا، ممكن والله. لا عشان ممكن حاجه ساعتها كنت بعمل مثلا كده. حاجه وحشه بتقول وحشه عادي جدا. لا ما انا زي ما قلت لك، انا هتحاسب بيكي او هتحاسب بذنبك لو انا غشيتك او انا ما قلتلكيش نصيحه مظبوطه يعني. لا ارجع بقى بس تاني الديزاينات بتاعتي وشوف، هتلاقي الالوان كلها كانت نرجع، كويسه، مفيش احنا حاجه. هقول لك على فكره احلى، احنا ممكن نجيب الديزاينات بتاعتك كلها وننزلها على البيج بتاعتنا بالظبط، ونشوف بقى. ونشوف ونعمل فوت للناس. لا انا بقول حاجات، بقول لك اول حاجات انا كنت بقع فيها اهو، بصراحه انا مش بكون من الناس ولا بكون مكود دلوقتي. وفي مؤخرا بس انا برضو ما عملتهاش، ده كان تعليق لحد كان معانا، كان م. بيقول له ما تستخدمش الجريدينت في اللوجو، ما تعملش اللوجو باي الوان فيها جريدينت. يعني انا على المستوى الشخصي ما بحبهاش، بس في ناس يعني ناس بتستخدمها كتير، عادي، يعني هي بتعدي. بس بس الفكره كلها بتبقى في ساعات الموك اب بتبوظ. يعني هي انت لما بتيجي مثلا تجرده من التفاصيل بتاعته بتبوظ منك. يعني انت لو قدرت تستخدم الموك اب بس ضامن ان انت بعد ما تيجي تجرده من التفاصيل بتاعته، او تجرده من الوانه وتدي له مثلا لون زي الاسود مصمت او ابيض او كده، يكون لسه محافظ على هويته. وبالاخص كمان يعني مثلا في براندات كويسه، في براندات عالميه مستخدمه جريدينت عادي، بس دي براندات عالميه مشهوره. ما تجيش تعمل لوجو مثلا لسه بيبتدي او حاجه بتكح وتعمله لي جريدينت، ده انا بتعصب منها. ممكن الناس بتاعت البراندنج مثلا او الناس بتاعت اللوجوهات تفهم عني في الموضوع ده اكتر بكتير في النقطه دي، بس انا ما بحبهاش بصراحه. مم. النقطه دي كانت بتستفزني جدا، فكنت بنصح بيها. انت بتعمل لوجو،
حاول تخليه يعني solid color أو الألوان صريحة، بلاش تدخّل لونين داخلين في بعض، حتى لو عملت gradient لمّا تيجي تجرّده من تفاصيله يكون مثلًا الشكل لسه محافظ على قوامه أو الlogo لسه محافظ على القوام بتاعه. إمم. بس. بس وحتة إن إحنا ناخد مثلًا لو بنعمل يعني إعلان عن حاجة أو كده، العنصر نفسه ناخد الألوان بتاعتنا من العنصر ده، يعني ما نجيبش ألوان برّه، دي بمناسبة ألوان تمام. ودي بالألوان يعني، العنصر نفسه هو من اللي ناخد من منه دقنه الألوان. وفتِلُّه. بالضبط كده. بس فده بصراحة اللي استشفيته يعني من كل الحاجات اللي حصلت الفترة دي. هو أنتِ ما سِبتيش حاجة بصراحة غير لمّا قُلتيها، يعني والله أحييكِ على المعلومات اللي عندِك دي. ما كنتش متوقع كده خالص أولًا يعني. إيه ده! إيه ده! لا والله، بس لا والله فعلًا أنا مش هاقعد أشكر فيكِ بقى عشان ما يبانش للناس إن أنا باطبّل ليكِ وبتاع. بس فعلًا بُصّي هاقول لِك على حاجة، أنا ما باحبش الشخص اللي بيبقى قاعد قدّامي بروتة. ده بيبان من عينيه. ف لو قدّامي ده بيبقى قاعد يعني تايه كده أو إن هو موخّم أو كده بيبان، إنّما أنتِ كنتِ طول مثلًا المحاضرة بتبقى قاعدة عينِك مبرّقة كده واللي هو كل معلومة بتستفادي منها وكل حاجة بتسألي فيها ولأ منتبهة، يعني قاعدة فريش. فأنا مش مستغرب خالص من إن أنتِ فاكرة المعلومات دي أو متذكراها يعني. فنرجع للنقط اللي أنتِ قُلتيها، هو أنا مش هازوّد عليكِ حاجة، هي كل الحاجات اللي أنتِ قُلتيها دي صح طبعًا. بس إحنا يعني مش الموضوع ده مش هيبان أكتر غير شرح اللي هو عملي على أرض الواقع، يعني عشان لمّا نقولها كده والناس تسمعها، فالناس هتبقى مش مستوعبة الكلام ده. بس يعني ممكن أنا ألخّص الموضوع ده كلّه في مثلًا في إن إيه اللي بينجّح التصميم عن غيره، أو إن أنت مثلًا تعمل تصميم كويس جدًا أو الحاجات اللي هي بتنجّحه، إن هو أنت تعمل تصميم ليه هدف، ليه هوية. التصميم بتاعك لو ما لهوش هوية أو ما لوش هدف أو مش معمول لحاجة، هتحس إن في حاجة غلط. يعني إيه؟ أنا مثلًا ممكن أعمل تصميم مثلًا لإعلان معيّن أو لحاجة معيّنة، غرضي إن أنا أعمل دعاية ليها أو إن أنا أبيعها أو إن أنا أmarket ليها أو إن أنا أزوّد مبيعاتي. دي أهداف عمومًا. بتختلف من نوع تصميم للتاني. فلو أنت كمان برضه الحاجة اللي ممكن يعني أنا واحد من الناس لو مش مقتنع بالتصميم، ضامن مليون في المِيّة إن هو يطلع وِحِش. مش مقتنع بفكرته. إمم. ما ينفعش إن أنا أشتغله كده، ما ينفعش إن أنا أكون مثلًا بقوالب أو إن أنا أشتغل بقالب، يعني ما ينفعش إن أنا أعمل كيكة مثلًا ب ب ب بقالب وخلاص هتطلع زي ما هي كده. إمم. أنا أصُب الكيكة في قالب فهتطلع لي شكلها كده، شكل مثلًا دُب أو شكل أيًا كان بقى مش هاقعد أفتي. بس أنا لو مش مقتنع ب بالفكرة بتاعة الكيكة دي أو إن هي مثلًا مكوناتها أو كده، مش هاعرف أعمل التصميم كويس. بس هو إحنا كده هو أنا عامةً ما عنديش نقط تانية في الجزئية دي بصراحة إن أنا أقولها، بس حتة إن الواحد ينجح فدي إحنا اتكلمنا فيها، وطبعًا في عوامل كتير ممكن حتى ما اتكلمناش فيها، بس في حاجات كتير تخلّي الواحد ينجح، في حاجات كتير بتوقّعه. جه وأنت بتتكلم دلوقتي في حتة إن أنا كنت باخد منك حاجات من المحاضرات وبتاع باستفيد بيها، هو أنا بصراحة باقتنع عامةً في الحياة، يعني ممكن إن أنا أستفيد بالشخص اللي قدّامي بأي صفة حلوة، آخُد منّه الحاجات الحلوة، أنا عامةً باعمل كده في حياتي، يعني ما أعرفش دي يعني هو لأ هي دي حاجة حلوة، أنا لسه كنت هاقول لك ما أعرفش دي حاجة حلوة والّا استغلال، لأ بس هي حاجة حلوة بصراحة حاجة طبعًا، حلوة. هي حاجة حلوة طبعًا. آمم، باخُد الحاجات الحلوة، يعني حتى مثلًا لو شخص كُلّه مثلًا فيه عيوب، بس لأ أنا هاخُد منّه الحاجة الحلوة اللي هاضيفها عندي، يعني زي ما أكون ماشية مثلًا بباسكت أو حاجة وباحط في الباسكت ده بامُر على كل واحد باخد منه حاجات كويسة وباقوم حاطاها وأنا اللي مستمتعة بيه. فهو عامةً يعني دي كلّها كانت استفادات يعني. بس كل واحد بقى لازم لمّا يعدّي على أي حد في مجال شغل أو أي حد عامةً ياخد منه الحاجات الحلوة دي هتفيده وهتنجّحه يعني. بس أتمنى إن حد ياخد مني أي حاجة حلوة بقى، مش هاقعد آخد من الناس ما حدش ياخد قابليني مني. ابقى قابليني. هو ما ليه حدش كده بعد اللي بعد تسمع البودكاست ده مش هياخدوا مني ولا منِّك حاجة حلوة باللي إحنا بنقوله ده. لا، 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 ما تقولش كده. ربنا يستر، ربنا يستر. بنفيدهم بس احنا كده بصراحة حاولنا ان احنا نلم كل حاجة احنا مرينا بيها، يعني أنا ما مريتش طبعا بحاجات كتير بس اللي احنا يعني عرفنا نقوله و... وذكرناه في الحلقة ده. ان شاء الله يعني لو افتكرنا حاجات الحلقات اللي جاية ممكن نضيفها تاني عادي. بس كده حابب تضيف حاجة أخيرة؟
قول كلمة أخيرة لا بقى. والله، أنا حابب إن أنا أضيف يعني مم. لو إحنا تعبانين وما لناش مزاج والدنيا بايظة بالنسبة لنا، ما كانش لازم إن إحنا نطلع نقرف الناس معانا في الآخر. بس الحمد لله الحلقة طلعت كويسة واتكلمنا في مواضيع حلوة جدًا يعني. أتمنى إن لا، الناس بس لازم يعني تعيش معانا المود. لو احنا مكتئبين وبتطلع تعيط، الناس تطلع تعيط معانا ومفيش أي حاجة. لازم. والله الحمد لله، بس إحنا قُلنا زي ما أنتِ قُلتِ، قُلنا النُقط السلبية والإيجابية، وإن أنت لأ ما ينفعش تعمل كده واعمل كده، وإن شاء الله ربنا يعني يوفّق الكل. زي ما أنتِ قُلتِ اتكلمنا في نُقط حلوة جدًا. أنا بصراحة يعني ما عنديش حاجة إن أنا أضيفها. مم. لو افتكرنا حاجة فعلًا ممكن إحنا نبقى نتناقش فيها على مدار الحلقات اللي جاية يعني إن شاء الله. مم. بس قول بقى جملتك لأ الشهيرة قوليها بتاعت أنتِ بقى المرّة دي. قوليها أنتِ المرّة دي. أصل أنتِ متحمسة أوي، وإن كل شوية إحنا عملنا على فيديو على الpage بتاعة الفيسبوك ومش عارف إيه. قوليها بقى. ماشي. انت اللي حافظها مش انا اللي حافظها. بس عامة يا جماعة، الحلقات بتنزل على اليوتيوب، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على الشانل بتاعت اليوتيوب مشكل جرافيك. وكمان بننزل حاجات على بيج الفيسبوك برضو مشكل جرافيك. مش اكيد مشكل جرافيك في كل حاجة. اكتبوا مشكل آه. جرافيك هتعمل لكم. بتنزل حاجات على البيج الفيسبوك، وبتنزل ريلز مهمة جدا فيها معلومات برضو حلوة. ولو حابين تسألونا أي سؤال، اسأل مشكل، هتلاقوها على الجروب. اسألوا أي حاجة وهنطلع نجاوبكم. وبرضو اللينكات دي كلها، لينكات الحلقات هتلاقوها على بوديو، سبوتيفاي، وفين تاني. مش باقول لِك. أنا هاقولها بعد كده ماشي. هي موجودة، إحنا موجودين على اليوتيوب، موجودين على spotify، موجودين على بوديو، موجودين على جوجل بودكاست. و بالظبط كده. بالضبط كده. والpage بتاعتنا على الفيسبوك موجود فيها كل حاجة. ممكن تبعت لنا الحاجات اللي أنت عايز تسأل فيها. لو عايز كمان تتكلم في موضوع معين، ممكن تبعت لنا الموضوع ده وهنطلع نتكلم فيه باستفاضة تامة. زي ما هاجر قالت، في موجود ال ال البوست كده على الpage اسمه اسأل مشكِّل، أو الهاشتاج بتاعنا اسأل مشكِّل. ممكن تسأل أي سؤال أنت عايز تعرف إجابته، فبنطلع في فيديو صغير كده باجاوب عليك، أو هاجر بتطلع تجاوب عليك، وبيبقى موجود معانا في الريل بتاعة الفيسبوك، بحيث إن الناس كلها تستفاد منه. بس أنا عايزِك تحفظي المعلومة دي أو الكلام ده بعد كده، هابقى أكتبه لِك في ورقة. ماشي. ماشي. كده احنا خلصنا الحلقة. اتمنى ان انتوا تستفيدوا او استفدتوا، او يعني ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا. واشوفكم بقى في الحلقة اللي جاية من مشكل كده.